كانت الأسرة السعيدة قاعدين في البيت عمالين ياكلوا في بيتزا، وكانت الأم بتقول فين الأولاد عشان ياكلوا معانا بيتزا؟ هما ملقوش الولد وقعدوا يقولوا هو الولد راح فين؟ احنا سبناه، هو مش عارفين راح فين. والأم خافت على نفسها جدا وخافت على ابنها، وقعت وودوها المستشفى. الأب قعد يدور على الابن، يقول هو فين ابني؟ هو الولد كان قاعد ياكل هو واللعبة بتاعته، هو ما يعرفش إن محدش شايف اللعبة غيره. الأب لما شاف الولد قاعد وكان ما روحش البيت بقاله كتير زعل منه جدا وكان بيضربه. لما روحوا البيت لقى البوليس بيقول له ابنك كان بطل وكان بينقذ ناس كتير. قال له ايه ده؟ انا كنتش اعرف ان ابني بطل، دي جايزة لابنك عشان هو بطل. كلهم كانوا فرحانين بالولد وحسوا ان هم ظلموه، بس الولد فجأة لقى صاحب اللعبة الحقيقي بيقول له احنا لازم نمشي. الولد زعل قوي لان اللعبة دي كانت مالية عليه حياته. فالمهم راح مروح البيت هو والجايزة بتاعته. انتوا كمان يا ترى هتكافئونا وتشتركوا في القناة وتعملوا اعجاب بالفيديو؟ يا ريت تسيبوا لنا كمان تعليقاتكم، احنا عايزين نسمع منكم ايه رأيكم في الفيديوهات بتاعتنا. المهم الولد كان فرحان بالجايزة بتاعته وكان عمال يوريها لمامته ولأخته، بس هو محدش كان مهتم بالجايزة، هم قاعدين يلعبوا مع بعض وسايبينه. هو حس ان هو لوحده، حتى لما بيلعب مع أخته هي بتعمل شقاوة كتير وهو بيبقى مطلوب منه ان هو يساعد في البيت. مامته بتقول له خد الأطباق دي يلا اغسلها بسرعة عشان عندنا ضيوف جايين. الولد قاعد يغسل في الأطباق، البنت حست ان هو مش بيلعب معاها، طلعت قالت طب ما اقعد جنبه على الترابيزة. هو شافها وكان فرحان بيها لغاية لما هي راحت جت وقعت الأطباق منه. هو خاف على البنت لأن هي ممكن تكون اتعورت، هي ما اتعورتش بس الأم شافته قالت له ازاي تعمل كده؟ أنا مدياك الأطباق أمانة، ازاي توقعها على أختك؟ افرض هي اتعورت منك. هو حس إن هو ما عملش حاجة غلط، بالعكس ده هو اللي اتعور ويحاول ينقذها. المهم قعد يلعب معاها وهي حست إن هي ممكن تقعد على راسه وهو بيلعب بالعجلة. راحوا لما وقعوا هما الاتنين الشجرة كانت هتقع عليها، هو أنقذ البنت بس المكتبة وقعت عليه هو. مامته شافتها بتعيط قالت له انت كمان لسه بتضايق في اختك، ما ينفعش تعمل فيها كده. هو حس ان مامته مش بتاخد بالها منه، بالعكس دي هي متضايقة منه ان هو مش بياخد باله من اخته. هو كان جعان وراح ياكل في المطعم الجميل ده، بس هو معهوش فلوس. لا بابا الناحية التانية بيشرب قهوة، فقال اما اعدي الشارع يلا عشان اخد من بابايا فلوس. وهو بيعدي العربية خبطته، الولد مات. دي مشكلة كبيرة. ايه اللي حصل بقى؟ لما طلع روحه قعد يشوف اذا كان هو مهم بالنسبة لأسرته، راح لباباه بس هو ما يعرفش ان هو ميت. هو راح حس ان هو ميت فبقى زعل جدا، بس قال اما اشوف بقى وانا مش موجود هما بيتصرفوا ازاي. هما ما كانوش عايزيني معاهم في البيت. قعد يشاور لهم بس محدش واخد باله منه. اخته الوحيدة اللي كانت حاسة بيه وحاسة بوجوده في البيت، هما مش عارفين ان هو معاهم بس اخته شايفاه. الوقت بيعدي وهم عايشين عادي خالص، بس اكتشف ان باباه ابتدى يقلق عليه. ومامته بتقوله هو الولد راح فين؟ انا مش عارفة هو فين. الاخت بتقول هو قاعد جنبي بس هما مش شايفينه طبعا. فراحوا قعدوا يحاولوا يدوروا عليه. البنت قالت اهو تعالوا، ده هو مصور نفسه وهو لوحده واحنا كلنا بنلعب مع بعض. الام حست بالذنب وحست ان هي مش عارفة تاخد بالها من ابنها، ده كان فرحان جدا بالجايزة اللي هو خدها. انا ازاي ابقى ام شريرة كده؟ انا معرفتش اخد بالي من ابني. الاب جري جري قعد يدور عليه في كل حتة، وهو بيدور عليه قال له تعرف شفت الولد ده؟ قال له لا انا ما شفتش حد. المطعم قالت له ايوه ده كان جالي، انا شفته عدى الشارع الناحية التانية عشان يجيب حاجة وما رجعش تاني. لما عدى الشارع لقى ابنه مرمي في الشارع، وعرف ان هو دلوقتي فقد ابنه اهم حاجة عنده. حكى للأم على الموقف اللي حصل، والأم انهارت طبعا لأن هي كانت بتحب ابنها بس ما عرفتش تبين له حبها ده. هو لقى الأسرة كلها بتعيط عليه وهو عرف دلوقتي قيمته عند أسرته، بس مع كل أسف ده بعد فوات الأوان. هو دلوقتي عرف أنا بحبكم، أنا فعلا كنت بحبكم، أنا مش مكاني إن أنا أبعد عنكم. ومع كل أسف دي النهاية الحزينة بتاعت قصة النهاردة.